احمد سيد زيزو قدم خلاص شكوى رسمي ضد نادي الزمالك فيها ان هو بقاله بالظبط 9 شهور ما خدش مستحقاته اللي زادت عن 30 مليون جنيه. هنشوف الامر بين زيزو ونادي الزمالك رايح لغايه فين. امبارح بعد ماتش الاهلي وبيراميدز، يوريتش المدير الفني الكرواتي لنادي بيراميدز الاراجوز الجديد اللي في الملاعب المصريه، اللي نزل الملعب بعد هدف التعادل للاهلي وقعد يعمل حركات وتمثيليات وكان هيتخانق مع امام عاشور اللي قال له اتفضل بره، بعد الماتش رايح يجري ورا الحكم مكليل يسلم عليه، ما رضاش يسلم عليه. تاني بيجري ومادد ايده ومكليلي ما رضاش يبص له حتى، ما عبروش، لان الاراجوز ده ما ينفعش، اللي زي دول ما ينفعش يشتغلوا في الكوره. انما في مصر لا، ممكن طالما حاجه هتأذي النادي الاهلي اشتغل في الكوره، ولا حد هيقول لك انت بتعمل ايه، ولا حد هيزعل منك اساسا. اشتغل اعمل اللي انت عايزه. يا خساره.